نعم حقيقة، ومنذ اليوم الأول لاحتلال المناطق في الشمال السوري وخصوصا منطقة الأبيض قريسبي وأيضا رش عينو سريكانية أو رأس العين، شهدنا دعم الدولة التركية للفصائل التي كانت تسمى أو تدعي نفسها بالجيش الوطني، وإنما حقيقتها هي ما بقى من أنقاض دولة الخلافة المزعومة التي كانت في مناطقنا في شمال وشرق سوريا، والتي استطعنا ببسالة مقاتلينا ومقاتلاتنا دحرها في آخر معاقلها عسكريا طبعا، والذي كان الباغوز، حيث شهدت المنطقة المحتلة في الشمال السوري العديد من الانتهاكات بحق المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة، وكان منها التعذيب والخطف والاغتصاب والسبي وطلب الفديات مقابل بعض الأشخاص ممن كانوا يقومون بوضعهم ضمن السجون وتعذيبهم، وأيضا محاولة جعل تلك المنطقة البيئة المناسبة أو المنزل الآمن لإعادة إحياء التنظيمات الإرهابية، من ضمنها وعلى رأس القائمة تنظيم داعش الإرهابي، والذي لقى الدعم منذ اليوم الأول له من قبل دولة الاحتلال التركي والنظام التركي، الذي كان ولا يزال يدعم تلك المجموعات الإرهابية وتلك الفصائل الإرهابية التي غيرت بلباسها العسكري ومسمياتها العسكرية لتتحول من تنظيم داعش الإرهابي إلى الفصائل التي هي الآن متواجدة ضمن المناطق المحتلة. نعم، ما تبقى من قادات الصف الثاني والثالث لتنظيم داعش الإرهابي هم متواجدون ضمن المناطق المحتلة، لطالما كانت المناطق المحتلة والمناطق التي هي تحت الوصاية التركية هي منطقة آمنة لتلك القادات وتلك العساكر والعناصر، وشهدنا العديد من الانتهاكات والعديد من العمليات الإرهابية التي قاموا بها مجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي أو الخلايا النائمة المدعومة من قبلهم ضمن مناطقنا. وبعد الاعترافات والذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الجهات المختصة ضمن قوات سوريا الديمقراطية، اعترفوا بوجود التمويل والدعم العسكري واللوجستي والمادي من قبل المحتلين ومن قبل الفصائل المدعومة من الدولة التركية المتواجدون ضمن المناطق المحتلة، وأيضا بقنوات التواصل العسكرية الموجودة والفعالة بيننا وبين الدول الفاعلة في الشأن السوري. نقلنا لهم صورة الانتهاكات وصورة التجاوزات الداخلية الموجودة ضمن المناطق المحتلة، وأيضا الإثباتات والمستندات الموثقة بوجود قادات لتنظيم داعش الإرهابي ضمن المناطق المحتلة، حيث شهدت المنطقة عدة عمليات كانت بدعم من التحالف الدولي قام بها، أدى إلى استهداف العديد من القياديين، وهذا ما يؤكد دعم تركيا لهذه التنظيمات الإرهابية على وجه الخصوص تنظيم داعش الإرهابي. وأيضا نراها وكما تفضلت بها سابقا الهجوم الذي كان يحاول من خلاله تنظيم داعش الإرهابي تحرير الآلاف من المعتقلين ضمن سجن الصناعة في بداية العام الجاري. شهدنا العديد من الخلايا الذين تم إلقاء القبض عليهم من اعترافات وأيضا إثباتات بأنهم جاءوا عبر المناطق المحتلة إلى مناطقنا، وكان يصلهم الدعم المادي والعسكري من تلك المناطق عبر قنوات برية كان يحاول الاحتلال التركي استخدامها أثناء تشديده القصف العسكري علينا أو رفع وتيرة التصعيد بحق مناطق شمال وشرق سوريا. تاريخيا تركيا كانت الداعم الأول والأساسي لتنظيم داعش الإرهابي، حيث شهدنا في عام 2014 عندما قام تنظيم داعش الإرهابي بالهجوم على مدينة كوباني، وعندما قامت الدولة التركية بفتح المعابر وفسح المجال للتنظيم دون عرقلته وتركه لاستخدام المعابر الحدودية والشريط الحدودي الواصل بين سوريا وتركيا ليكون الطريق الذي يدعم تنظيم داعش الإرهابي. لاحقا شهدنا في عام 2015 دعم دولة التركية لتنظيم داعش الإرهابي في اجتياح حوض الخابور وقرى شعبنا الآشوري من خلال رفع منسوب نهر الخابور، وأيضا قطع التواصل والاتصال فيما بين القرى على ضفتي النهر، وأيضا الدعم اللوجستي والعسكري الذي أمددته به ليستطيع خطف المئات من شعبنا من نساء وأطفال
كبار سن وتدمير الكنائس، وأيضا تهجير شعبنا من قرى الخابور وحوض الخابور بشكل عام. خلال الثلاث أعوام الماضية أيضا دعم دولة الاحتلال التركي للتنظيم والفصائل الإرهابية التي تحمل نفس الإيديولوجية ونفس الفكر، وإنما كما أسلفت بتغيير ملابسها وشعاراتها ومسمياتها تحاول إعادة إحياء نفسها من خلال نفس الداعم ونفس المظلة التي هي الدولة التركية، والتي تحاول دائما وأبدا حمايتهم، وأيضا محاولة إعادة تجنيدهم ضمن مناطقنا من خلال زيادة الخلايا النائمة والجواسيس وممن هم يتعاملون مع الأجهزة الاستخباراتية التابعة لها من خلال المناطق الآمنة التي هي تحاول التحجج بها، والتي تحاول الادعاء بأنها تحاول القيام بها بهدف إعادة اللاجئين وشعبنا السوري المهجر من بلاده، والتي هي حقيقة مناطق تحمل الراية السوداء، أي أنها تحمل الفكر الأسود، الفكر الإرهابي المتشدد، وتحمل السياسات الإرهابية الرامية لتفريق الشعب والحاق الضرر بما تبقى من شعبنا في شمال وشرق سوريا بغير تهجيره